سيد وزير الداخلية، سيد وزير المنتدى الداخلية، سيد والي العيون، سيد والي الداخلة، سيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السادة العمال، جذور قضايا، السيدة الرئيسة ديال المقاولات، الاتحاد العام للمقاولات، السادة النواب البرلمانيين والمنتخبين، والسادة رؤساء الأبناء العامين، والسادة الحضور الكريم، رجال الأعمال والصحافة. اليوم مدينة العيون كنرحبوا بكم مدينة العيون، لأنه روسنا بهذا الحضور اليوم اللي جابته الاتحاد العام للمقاولات مريم بن صالح جزاه الله بخير وعكس الموضوع، وبحضور وزير الداخلية والوزير المنتدب اللي هو ولد العيون، وعطى فترة والي مدينة العيون ومشى عنها بطريقة نزيهة، والناس نهار مشوا ما قد كات على والي قرب. والمهم في عنه تم ارتباطه بذي المدينة دائما وبالمدن الصحراء، ما عمره قد وقع شيء ما اتصل، ولا عمره قد حد خلق عنده شيء ما اتصل به، اتصال مباشرة دائما، تلفون المشبه وهو ما زالت هي والحمد لله هذا عمل جيد ويخلي اثار، يخلي اثار في الحلاوه مع الناس والعمل. وكنشكر لا بد اللي نشكر، وحقيقه راني ماني منافق حد، علاش حد علي منافق. السيد وزير الداخليه من نهار جلد الوزاره اللي تحركت واللي خدمت معنى الكلمه، واللي اذا قال كلمه يوقف فيها، وهذا مهم جدا. طبعا انه الانسان الى قال شيء يوقف فيه. وزير الداخليه الحالي دابا كلامه ثابت، واللي يقول كيوقف فيه، وشكرا لك. احنا اليوم كمنتخبين عرفنا عن كاين الثقه في المنطقه، اللي جاوا جميع رجال الاعمال، وجاتهم السيده الرئيسه اللي شرفت شخصيا على اليوم اللقاء هذا، وعرض مشاريع مهمه جدا للمنطقه، لا جيت عيون بجدور ولا جيت داخله ولا جيت قليمين. هذا يفرحنا ويدير ثقه في الاقاليم الجنوبيه، ويبين على الاقاليم الجنوبيه راه لا رجعه فيها، وعن جميع المقاربه مشاركين فيها بالاستثمار وبالقليل وبالكثير. رغم عنده لازم يكون، ولكن اليوم راه بدا معنى الكلمه. هذه بدايه وبدايه خير، واحنا كمنتخبين كنثمنوها وكنكد لكم، بغيت نكد لكم عن الله كمنتخبين في التعاون مع الولاة ديال جميع الجهات. طبعا منين نقول الوالي ديال العيون والوالي ديال الدخرة، كيف حالنا منطقه واحده، جهات واحده، عائله واحده. لعل الى اراد الله كمنتخبين يتعاونوا مع المستثمرين في تسهيل المشاريع، تسهيل العمل اليومي معاهم، ولا يوقفوا معاهم. طبعا نجاحهم من نجاحنا، نجاح المستثمرين في المنطقه هو من نجاحنا، ماشي بدنا نخلوهم وحدهم عنهم وبقيت نكدهم للمستثمرين. الدعايات اللي يسمعوا والصحف اللي تكتب واللي ذا كاميرا ولا ما هو خالد، ها هم واللي يبغى يمشي في الليل. راه ما كاينه بلاصه في المدن المغربيه امن من ذو المدن. ولا بغيتوا الليله منين تقعدوا انا كاين العشاء في الليل ل10 في الليل ولا 12 في الليل تجبروا النساء بوطرات في الشارع، ما كاين حد يسمع. وهذا مهم لنا بزاف. هذا ما كاين شي بلاصه. ماذا عنه؟ لما الحمد لله الاستقرار، الماده الخام موجوده، الارض موجوده، مجانا ديال الدوله ما يجي حد فيها، ما فيها منازعات مع حد. ماذا عنه رجال الاعمال يقولوا كل شيء، التجهيزات كاينه، الحمد لله بغينا الخدمه. قلنا هذا بلدنا، هذا البلد السعيد اللي جميع المقاربه 34 مليون دابا من المقاربه هم كلهم متضامنين من اجل الوحده الترابيه للمملكه المغربيه.
المنطقة كجزء من المغرب، ولكن قال لنا الأقاليم الجنوبية ومن بعد الأقاليم الجنوبية صحراويين. قال احنا دائما جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. احنا وراء الخطوات ديال جلالة الملك، اللي اختار جلالة الملك احنا معاه، اللي دار جلالة الملك احنا معاه، اللي دار جلالة المملكة المغربية قدمت واحد الحل اللي هو لا نهاية له. ما كاين شيء صفر او كانوا جلالة الملك في خطابه ولا هو الحكم الذاتي. لهذا بغيت انا جميع المغاربه منين ما كانوا يكونوا على يقين ويكونوا على اطمئنان. انا راه الصحراء تبقى مغربيه الى منتهى النفخه. انا كما كنا وعندي المناطق الجنوبيه كما كنا نكافح سابقا. ما كاين الجيش المغربي ولا كاين جندر ولا كاين لا بوليس ولا كاين العام ولا كاين الوالي، نكافحوا مع الاستعمار الاسباني لصالح المملكه المغربيه. يعني لنا